صديقي الإنسان، عمرك سألت نفسك ليه في مواقف معينة بتفضل محفورة في دماغك كأنها حصلت امبارح، وفي مواقف تانية يمكن كانت أهم منها بكتير بتتبخر كأنها عمرها ما حصلت؟ ليه بنفتكر لحظة خناقة حصلت من 10 سنين وننسى فرح صاحبي اللي كان من شهر؟ الذاكرة صديقي الإنسان مش مجرد مكتبة بتخزن فيها المعلومات، لأ دي عملية معقدة جدا فيها علم ونفسيات وشوية حاجات كده من عند ربنا، رحمة فينا طبعا. خليني أقول لك ببساطة، الذكريات بتتكون من لحظة ما يحصل موقف معين، المخ بيسجله ويمر على 3 مراحل رئيسية. واحد، الانكودينج أو الترميز، ديت لما المعلومة تدخل دماغك أول مرة. اتنين، ستورج أو التخزين، لما المعلومة تتركب في جزء معين من الدماغ. تلاتة، ريتريفل أو الاسترجاع، لما تحاول تفتكرها تاني. بس مش كل حاجة بنعدي بيها بتكمل السكة دي، في حاجات بتتسجل بشكل أقوى، زي لما يكون في مشاعر شديدة، خوف، فرح، صدمة. وهنا بيجي دور منطقة اسمها الإيميجدالا أو اللوزة الدماغية، المسؤولة عن المشاعر، وبتقول للمخ يا جدع ركز، دي حتة مهمة جدا. احفظها بشكل أحسن من التانيين. في باحث مهم جدا اسمه إريك كاندل، خد نوبل في الطب، اشتغل على ذاكرة كائن بحري بسيط، وقدر يشرح ازاي المخ بيكون الروابط العصبية لما نفتكر حاجة بشكل متكرر. ومن هنا جت فكرة إنك لما تراجع كتير تفتكر أكتر. طيب، لسان إيه بقى وليه بننسى؟ ممكن ننسى بسبب إننا مركزناش أصلا، يعني الترميز كان ضعيف، أو إن الذكرى اتمسحت من المخ لو ما استخدمناهاش، زي ما بنقول مثلا إن العضلة ضعفت. أو في حاجة اسمها برضو تدخل، يعني ذكريات جديدة بتدخل وتلخبط الذكريات القديمة. وهنا نروح لنقطة حساسة جدا، النسيان كرحمة. تفتكر إنك لو فضلت فاكر كل لحظة ألم في حياتك كنت هتعرف تعيش؟ لأ، المخ بيحذف أو على الأقل بيخفي الذكريات المؤلمة كآلية دفاع. في ناس بعد الصدمة النفسية بيعيشوا حاجة اسمها التراuma بعد الصدمة، وده معناه إن المخ فشل يحول الذكرى المؤلمة لذكرى عادية، فبتفضل حية، بتدخل في كوابيس بتخلي الواحد يتوتر من أبسط حاجة شبه اللي حصل. وده بيحصل لأن جزء مسؤول عن تقييم الخطر في الدماغ يبقى شغال زيادة عن اللزوم، كأن جسم لسه عايش في الحدث رغم إنه عدى. الأعراض ديت ممكن تشمل كوابيس متكررة أو نوبات هلع، وتجنب أي حاجة تفكرنا بالموقف. واللي بيحصل فعليا إن الذكرى بتتخزن في المخ من غير ما تمر بالفلترة العاطفية السليمة، فبتفضل خام، مؤلمة، ومش مفهومة. لكن اللي ما بيتقالش كفاية إننا كمان بنفقد ذكريات الطفولة، مش لأننا مش بنحبها، لأ لأن المخ بيختار يحتفظ بالحاجات اللي ليها معنى واللي لها تأثير علينا حتى لو بسيط. وده ياخدنا للحل. الحل هو المعنى. لما يكون لحياتك معنى، كل لحظة بتتحول من حدث عابر لذكرى محفورة. لما تربط حتى الألم بحاجة أكبر منها، فهم أعمق، أو برسالة، الذكرى تقدر تتهضم. صديقي الإنسان، النسيان مش دايما شر، في أوقات كتير هو اللي مخلينا نعرف نكمل، هو اللي بيقفل أبواب عشان نقدر نفتح غيرها.